ما هو مش كل يوم في العيد هنعمل لحمة وفت، لازم ننوع ونغير. تعالي النهاردة هنعمل وصفة لذيذة قوي، بسيطة وسهلة وجميلة، علشان تعرفي تعيدي وتقعدي مع أولادك وتروقي بالك. تعالوا بس الأول كده نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله ونشوف وصفة النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفتنا برضو تعتبر من الوصفات الحنينة كده الاقتصادية، يعني علشان تقدري تعملي كده في أسبوع الأجازة بتاعك بتاع العيد وصفات حلوة قوي. طب معانا ايه؟ معانا قطعة لحمة مفرومة قد 400 جرام أو 350 في الحدود دي، هي أقل من نص كيلو. هنحط عليها معلقتين دقيق. تمام كده. طيب معانا ايه بقى؟ معانا فلفل الوان كده، ومعانا كمان بصل مفروم وفلفل الوان مفروم. هنحط حبة كده ونحط حبة ملح وفلفل وحبة من البهارات السبع. هنبتدي نعجن الحاجات دي كلها كويس قوي. الوصفة كده حلوة بحتة لحمة مفرومة، هتعمل لنا صينية جميلة وطعمها خطير قوي. تقدري تعمليها الأيام دي، تقدري تعمليها في العيد، اعمليها زي ما تعمليها، المهم تجربيها. خدت كمان حبة فلفل ونحط كمان حبة بصل، كتري بقى كده علشان تعمر الدماغ وترملنا كمية حلوة ويبقى طعمها حلو. طب اللحمة المفرومة ايه؟ خلينا متفقين زي ما بنقول، طالما لحمة هنزود فيها حاجات كده يعني بصل وفلفل وحاجات كده ونزودها، يبقى محتاجينها انها تكون لحمة ايه، جملي او لحمة كبيرة شوية. برغم ان في الوصفة دي مش هتفرق، يعني مش هتفرق قوي زي ايه الكفتة والكلام من ده، لان انا هنعملها كده وهنفردها على الصينية، فمش هنقول بقى نخاف انها تفك ولا اي حاجة. بس برضو طالما هنزود بصل وهنزود فلفل الوان، يبقى ايه الافضل؟ يعني هاتي لحمة جملي او لحمة تكون كبيرة شوية. طب انا هنا كان معايا حبة بطاطس كبيرة كده قطعتها، معايا كمان بتنجانية كده. تقدري تحطي ايه بقى؟ تقدري تحطي كوسة. وهنبتدي نحط الفلفل والبصل اللي احنا كنا شايلينه، يعني احنا خدنا منه حبة كده حطيناهم على اللحمة، والباقي هنحطه ايه على البتنجان. ومعانا كمان طماطم مضروبة كده قد طماطمتين 3، مش كتير. ونحط حبة ملح وحبة فلفل كده. خلاص نقلب كده. وصفة على فكرة صحية أو خفيف. أنا هنا كمان لقيت كان عندي بتنجانية تانية، قلت بدل ما تبوظ نقطعها بالمرة. كده كده الوصفة دي بتبقى مسكرة كده وجميلة وتاكلي منها ما تشبعيش. هنجيب بقى اللحمة المفرومة بتاعتنا اللي احنا حطينا عليها البصل والفلفل، ونبتدي نبططها كده ونفردها على الايه البطاطس والبتنجان بتاعنا. بصي بقى البتنجان والبطاطس لا قليناهم ولا شوحناهم ولا سلقناهم ولا اي حاجة، نيين كده. شفتي بقى وصفة خفيفة ازاي وصحية؟ اعمليها الايام دي كده وجربيها وانتي صايمة. صايمين ولا لا؟ كل سنة وانتوا طيبين. عاوزة اقول لكم انا صايمة، بس بايه بقى؟ النهاردة كنت عطشانة قوي قوي. السكر بقى بيشتغل في الصيام ما اقولكوش. الحمد لله يا رب، ربنا يعيننا يا رب. طب خلصناها كده وظبطناها، ندخلها الفرن، نحطها على الرف الوسط وبنشغل فوق وتحت، او بنشغل تحت وبعدين بنشغل عليها الشواية وبس كده. مفيش اسهل ولا اجمل ولا ابسط من كده. وصفة جميلة تقدري كده تعتمديها طول شهر في طول الصيف. تقدري تعمليها في اسبوع العيد زي ما قلنا، الولاد بيزهقوا من الفتة واللحمة والطرب والكفتة، نقدر نعمل وصفة كده خفيفة وسهلة في وسط الاسبوع. مش قادرة اقول لكم جمالها. طب دي يتقدم معاها ايه؟ انا عن نفسي والله انا بص بوري لكم اللحمة، بصوا متماسكة ازاي وما فكتش ولا اي حاجة. انا عن نفسي بحب اغمسها بالعيش قوي مع مخلل. حابة تعملي جنبها رز، بس مش عارفة، أنا مش بحب جنبها رز ولا أي حاجة، باكلها كده بالعيش، بتبقى لذيذة وجميلة قوي. جربوها يا جماعة تعجبكم. وزي ما قلنا وصفة خفيفة وحنينة على الجيب. نخف شوية في أسبوع العيد، طبعا بنبقى عاملين لحمة كفتة طرب سمين، فنخلي كده وصفة في النص كده تكون خفيفة شوية. مش قادرة اقول لكم جمالها، صحية وخفيفة جدا وجميلة. انا ما حطيت لهاش كمان، ما قلتلكوش ما حطيت لهاش دهون خالص، لان الكفتة اللحمة كان فيها نسبة دهون، اللحمة المفرومة كان فيها نسبة دهون شوية، فما زودتش. لو اللحمة عندك حمرة
حط لها حته سمنه بقى من على الوش، لكن هي كانت دسمه انا ما رضيتش احط خالص. نزلت الدهون مع البصل مع الحاجات دي كلها على البتنجان على البطاطس، وادتنا الطعم الخطير ده. جربوها ان شاء الله تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.